من المباريات الصعبة ضد فريق عنده سرعة بالضغط، ضد فريق يملك الجودة مثل لاتسيو، مع مجموعة لاعبين خط وسط يعني تقريبا مرابط يكون اعلى لاعب فيهم فنيا، فدائما عنده الحل الفردي بالخروج من مناطق الضغط. اللعبة هذه أسامة اللي خرج فيها 3 لاعبين ضاغطين على مرابط وخرج فيها بشكل صحيح. انا باعتقادي مرابط اذا بحالة مزاجية ممتازة، لا اللاعب يصنع الفارق في خط الوسط بشكل ممتاز. بالاساس فيورنتينا من الانديه اسامه اللي تترك مساحات كبيره، وجود مرابط. هذه اللقطه بس الكره دي يا كابتن، هذه اللقطه لقطه كيليان مبابي في كاس العالم بالضبط بنفس الجهه، لاعب اسرع منك لكن سبرنت رائع في الشوط الثاني وتاخذ اسبقيه عليه. النظره اسامه نتكلم عن تكنيك ونظره، لاعب ما يلعب كره سهله، لا يحاول يعطي الكره للاعب حتى يتحول وينطلق في مساحه اخرى. فعلا ليه فيورنتينا تحسن النهارده؟ لان امرابط رجع تاني لمستواه بتاع امرابط قبل كاس العالم واثناء كاس العالم. لما يكون عندك لاعب بقيمه امرابط، لاعب فنيا قوي حتى كمدير فني للفرقه داخل الملعب، لان هو اللي بيدير الفرقه من تحت من نص الملعب، لانه قدراته كويسه جدا.